ولارتدت في حافرتها وعاد قارحها جذعا. قارحها أي كل كنايات عن أمير المؤمنين عليه السلام يشير فيها إلى الارتداد. قارحها يعني هاي الدابة الكبيرة في السن تعود ماذا؟ جذعا، يعني تعود صغيرة، يعني يقصد أنه يعودون إلى من جديد ويستخرجون أصنامهم، مثل ما يحدثنا التاريخ أنه بعد طوفان نوح عليه السلام الرمال غطت الأصنام الخمسة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، اللي هي أساسا نوح عليه السلام بعث لإبطال هذه العبادة، وبعد آلاف السنين وبعد الطوفان وبعد المشاكل رجع القوم مرة أخرى فتشوا في الرمال فتشوا في الرمال فتشوا في الرمال إلى أن أخرجوا هذه الأصنام الخمسة من جديد وعبدوها مرة أخرى. هو هالشكل يصير. البشر هم البشر لا يريدون الخطة الإلهية على الأرض، يريد هو يخطط. الله مخلي له خطة معينة على الأرض ما يريد هو بنفسه هو يتصرف. ولارتدت في